بدأنا؟ ايوه احنا بدأنا، ما تشتغل يلا. بدأنا. سيداتي انساتي سادتي. ايه الدخله دي؟ هو احنا في فيلم ابيض واسود فيه ايه؟ مالها؟ ما احنا كده كده بنتكلم على حاجات لا ايه قديمه سيدتي انسات ايه؟ في حد بيعمل كده؟ ده بودكاست، انت في ايه؟ طيب كل سنه وانت طيبه يا غاده. وانت طيب، بس نوع كده، خلي حاجه جديده. اهلا وسهلا بيكم في تاكسي بودكاست السهره، داخلين في برنامج تاكسي السهره. طب سيبينا اكمل. اتفضل. اهلا وسهلا بيكم في بودكاست من طقطق لسلام عليكم. ازيك يا غاده؟ كويس الحمد لله. كل سنه وانت طيبه يا ست الكل. وانت طيب. احنا في اعياد بقى وكده ورمضان، وفي نفس الوقت بيصادف كمان عيد الام. تقولي لنا ايه عن عيد الام؟ من طقطق لسلام عليكم. حب وامتنان وتقدير عن أعظم مخلوق على وجه الأرض، اللي لو فضلنا نوصف عظمتها مش هنقدر نوفيها حقها. النهاردة بنتكلم عن ست الكل، صانعة الأجيال، وأقرب حد لقلوبنا جميعا، الأم. الأم دي مش مجرد كلمة، دي حياة كاملة. هي اللي شايلانا واحنا صغيرين وسندانا واحنا كبار، وهي اللي مهما كبرنا في عينيها لسه أطفال. النهاردة هنحكي عن قصص الأمهات، عن التضحيات اللي ممكن تكون مش بنشوفها لكنها محفورة جوه قلوبنا، وهنفتح الدفاتر القديمة ونفتكر شقاوتنا وإزاي أمهاتنا استحملونا. وطبعا مش هنفوت الفرصة نكشف ناصر ونعرف إزاي كان بيتعامل مع مامته، وهل كان من النوع اللي بيذاكر لوحده ولا لازم الدعوات تتحرك عشان يفتح الكتاب. يلا بينا نبدأ الحلقة ونقول لكل أم في الدنيا كل سنة وإنتي طيبة، كل سنة وإنتي الحب اللي ملوش شروط ولا حدود. وانت كل حلقه لازم تعلقي عليا في اي حاجه؟ لازم يعني؟ مش معايا في البرنامج؟ يعني مره على الجيران ومره على الام؟ مش معايا في البرنامج، لازم تاخد مني كل حاجة حلوة طالعة مني. يلا ماشي، خلينا اكلمك عن امي الاول. كل سنه وكل امهات مصر طيبين وبخير، كل الامهات يا رب. كل الأمهات. بس انا حابب احيي امي. يعني انت هتبتدي الحلقة بمامتك الأول؟ يعني بس هقول نختم حاجه كده. بأمهاتنا؟ لا ولا لا عايز لا, لا. تبتدي؟ بس عايز اقول لها حاجه كده في الاول عشان لو اسمعني نكمل الحلقه يعني. لو هتبعت لها رسالة ما عنديش مانع. كل سنه وانت طيبه ست الكل، وربنا ما يحرمني منك، وربنا يخليكي لينا كده. انا هحكي لك حاجه عن امي. انا اتولدت كان عندي مشكله، يعني اتولدت بيها. فعايز اقول لك خلقي يعني؟ بس هي كلمه تقريبا عيب خلقي فيها مشكله يعني. كان عندي مشكله اتولدت بيها. فانا قعدت اتعالج من المشكله دي 17 سنه. فعايز اقول لك ان امي تعبت معايا غير تعب الامهات. 17 سنه تعبانه معايا، روح بقى الدكاتره، روح جاي من اول ما اتولدت وانا عندي التعب ده. فمهما اتكلمت عنها مش هوفيها حقها بصراحه. لا اكيد، ما دام بتتكلم في حته فيها انسانيات وكل الامهات طبعا بتتعب، وكل الامهات كل ام وليها دور بطريقه مختلفه عن الام التانية. صحيح. بس يعني انا من هذا المنبر انا بشكر والدتك وبقول لها كل سنه وهي طيبه، وان شاء الله باذن الله اللي جاي احلى. وبعدين كفايه ان هي جابتني يعني. طبعا يعني جابت ناصر ناصر اللي هيفرسني على طول. انا امي ست عظيمه عظيمه، اعظم عظمات الستات. صح. قالت لي يلا يا ناصر. شفت العظمه انا على يدي على يدي. طيب ولادك بقى بيعملوا اللي انت بتعمليه مع مامتك، اللي كنت بتعمليه مع مامتك؟ هو الجيل بيختلف. يعني احنا بما ان البرنامج بتاعنا بيناقش القديم والجديد، فطبعا عيد الام الاول كان حاجه وعيد الام حاجه تانية. انا بقى مع ماما الوضع مختلف تماما يعني عن ولادي. انا ماما مثلا يجي يوم عيد الام بقعد افكر ابسطها اليوم ده ازاي. اعمل لها مثلا، اظبط لها الشقه، انزل اشتري لها هديه. انا دايما بنزل اشتري حاجه هي بتلبسها. يعني كل سنه. لا احنا هنتكلم عن موضوع الاعياد واحنا بنحتفل بيها ازاي، بس كلميني عن العلاقه بالام زمان. الامهات كانوا عاملين ازاي زمان؟ هل اختلفوا زمان عن دلوقتي؟ يعني الامهات نفسهم اختلفوا؟ ايوه طبعا اختلفوا. دلوقتي احنا الاول هنتكلم عن الجديد، نبتدي بالجديد وبعد كده ندخل على القديم. الجديد دلوقتي ان معظم الامهات الحياه سريعه جدا، حياه كده ديجيتال، عصريه. معامله الام لولادها ومعامله ولادها ليها. يعني ممكن تلاقي مثلا الام مش متواجده باستمرار مع ولادها في يوم عيد الام. طبيعه بقى شغلها، طبيعه او اختلاف ثقافات يعني.
مش حاساه. لا خلينا نعيش مع الام زمان، سيبك من دلوقتي خالص، طب خلاص ندخل على زمان. الام زمان كانت عامله ازاي؟ زمان الام في اليوم ده بص هي من جواها حاسه احساس ان ولادها جايين، بتحضر بيتها، بتحضر نفسها وشكلها واكنها عروسه. تحس ان زمان الام في اليوم ده بتبقى بتستقبل اليوم ده ان هي عروسه، يوم فرحها، مستنيه ولادها، عامله لهم الحلو اللي كلهم بيحبوه، مش صنف واحد، اكتر من صنف، عشان كل واحد ليه طبعا صنف معين. بتبقى محضره الضحكه، من بص محضراها، شوف خد بالك من المصطلح، محضره لا قدر الله حد ما جاش، لا قدر الله حد زعلان، لا قدر الله حد هيضايق حد من ولادها. يعني الولاد طبعا في التجمعات دي بيحصل خلافات، لا محضره نفسها ان ايه، لا انا مبسوطه وانا سعيده وهبسطهم حتى لو انا زعلت، وهبسط نفسي جدا. وبتيجي دايما بتيجي على نفسها في اليوم ده لو في كلمه اتقالت كده افيه او حد ضايقها بكلمه مش مقصوده، فهي لا انا هبسط نفسي، بتبقى عايزه تبسط نفسها. اخد من كلامك ان هي بتبقى عايزه تبسط نفسها. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال رفقا بالقوارير، هو برضو قال في الحديث امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. فكأن البنت تبقى بنت دي حاجه، ولما تبقى بتبقى حاجه تانية خالص. الغريزه بتاعت الامومه دي حاجه تانية خالص. بس خلي بالك الغريزه دي سبحان الله احنا مولودين بيها. يعني هي موجوده حتى في الحيوانات. يعني بنشوف القطط والكلاب بيعملوا ازاي. حتى كمان الشاعر قال ايه، عمنا حافظ ابراهيم الله يرحمه، قال الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. فقد ايه الامومه دي حاجه ليها شكل خاص كده. يعني احنا ما نعرفش طبعا لان احنا رجاله ذكور. فانت ممكن تكلمينا عن الامومه من وجهه نظرك كأم بقى. الام بص هي الام يعتبر حاجه كده سبيشال، يعني انا كأم يعني، بس هي طبعا بين ام وام بتختلف. الام دي عطاء بلا حدود، صح. يعني بص حاجه كده بدون مقابل، بدون مقابل، حب غير مشروط. يعني الام احساس ومشاعر. الام دايما سبحان الله ده اللي بيحركها، حتى لو ابنها جاي عليها ومقاطعها، ولو كان ابنها مثلا ولما تدعي عليه، يعني شوف الام تدعي بس يقول لك من ورا قلبها كده. في مثل يقول لك ايه مش عارفه ايه، ولكن مش عارفه ايه، مش بعرف اجيب الامثال صراحه. انت كل مره خلي بالك في موضوع الامثال ده يا ناصر، مش كل شيء ما تطرحيش موضوع الامثال تاني. مش لا هو بص يعني عايزه اقول لك الام سبحان الله، يعني ربنا خلقنا كده وخلق الغريزه دي فينا، عطاء بلا حدود، حب ومشاعر، تضحيات. يعني بص ممكن في نماذج انا كنت اسمع عنها، ممكن في ام تتبرع مثلا بكليتها عشان خاطر ابنها يعيش وهي تموت، مش مشكله. والقصص بتاع الام المثاليه اللي احنا بنسمعها كل سنه، يعني بنسمع قصص غريبه بصراحه. يعني في ناس بقى، يعني في امهات بتضحي بحياتها كلها وبتبقى مثلا صغيره مثلا وزوجها مات بدري، وتقرر ان هي تكمل عشان تربي اولادها، او اللي يبقى مثلا معاها ابن من ذوي الهمم مثلا، فتبتدي ان هي تشتغل وتيجي على نفسها عشان خاطر بس تطلع ولادها احسن حاجه. نصر انا عايزه اسالك سؤال، هو فعلا عيد الحب ده حاجه حقيقي ولا مجرد عاده سنويه احنا بنعملها؟ عيد الحب ولا عيد الام؟ لا عيد الام، انا قلت عيد الام. انت محتاجه تحبي تقريبا حاجه زي كده. عيد الام. لا بصي ما تقعدش تقف لي، هي غلط، زلة لسان. بنتكلم على عيد الام. يعني عيد الام انا شايف ان هو مش يوم واحد. يعني ايه نستنى يوم واحد عشان نحتفل بالام؟ لكن هو بتبقى مظاهر حلوه، يعني ان بنيجي يوم في السنه نحتفل بيها. بيبقى في ناس مسافره وناس مهاجره، بيسالوا يعني على مامتهم. بص يعني اكيد مش يوم واحد. في ناس مثلا بتقول ايه تستنى اليوم ده عشان تفتكر مامتهم. لا هو احنا لو خدنا في فكره بقى عيد الام، طب ما هنقول بقى طب عيد الاب بقى وعيد الاخ وعيد الاخت. هي الحاجات دي اصلا المفروض تبقى موجوده بينا، لكن الام حاجه تانية، فعاملين لها يوم. ولو ان طبعا يوم مش كفايه بالنسبه للام، هو كل يوم عيد اصلا بالظبط يعني. بس التساؤل اللي عندي، هل احنا بنقدر الام زي زمان؟ يعني كلنا مقصرين، انا نفسي مقصر وبقعد
ازعق وازعق لها بما ان انت او ازعلها. بما استنى بقى في الحته دي، بما ان انت مقصر وضميرك ده انا شايفاه قدامي ومقصر جدا. تمام. هي لو تعبانه انا راضيه ذمتك، هي لو تعبانه بتقول لها ريحي يا ست الكل وتنيمها في السرير بتاعها وانت تعمل المهام اللي هي بتعملها بكل صراحه؟ لا بصي، هو انا ببقى مقدر التعب قوي وببقى تعبان لتعبها، بس هي كأم برضو هي بتبقى عايزه هي تشوف شغلها. موضوع ان انا بساعدها ده لا، دي حاجه بتحصل كده في المواسم، عشان في المواسم يعني حاجه كده. يعني هقول لك على حاجه، يعني افرض انت جاي من الشغل تعبان جدا ومامتك اصلا فعلا ما قامتش عملت اكل ليك في اليوم ده، بتيجي وشايفه تعبانه بتتنرفز عليها وتزعق معاها، يعني انت عارفه ان انا جاي تعبان وشقيان، اكنك جوزها مش ابنها. ما تحرجناش بقى. لا ايوه بتتعب في يعني اولاد لما بيكبروا بيبقوا شباب زي حضرتك كده ماشي شحط كده، فبتتعامل معاها اكنك بقى جوزها. هو يعني انا جاي تعبان من الشغل انا فعلا علاقتي بامي علاقه خاصه. فاللي هو ايه بتتعامل معاها بص مش عايزين نتكلم بشكل شخصي عشان شخصي. لا انا ايه ده، لا البرنامج شخصي مش عايزين نزعل الحاجه. لا انا رد ذمتك في الحته ان شاء الله باذن الله خليها تطلع عمره باذن الله. ان شاء الله باذن الله عشان تكفر على اللي انت بتعمله فيها. نغير الموضوع. ماشي خلاص غير الموضوع يلا. طيب بما ان انت ام، يعني خليني اسالك سؤال، هل الهديه بتفرق معاك اذا كانت حاجه ليكي او حاجه للبيت او مثلا حاجه ماديه او مشاعر صادقه طالعه مثلا من الولاد، يعني بيفرق معاك الحاجات دي؟ طيب بص، هو انا دلوقتي لما اتحطيت، انا ولادي صغيرين يعني فبياخدوا مصروف، فانا عايزه اقول لك المشاعر دي قعدت افتكر والدتي يا ترى هي حست نفس المشاعر دي. انا بالنسبه لي فاجئوني مثلا هما الاثنين، ماما احنا نازلين تحت نجيب حاجه ماشي، انا اليوم عيد الام ده عايزه اقول لك بعرف ان هم نازلين يجيبوا لي حاجه، واقعد اقول طب حوشوها امتى وعملوها امتى، فبينزلوا يجيبوا لي حتى لو حاجه بسيطه. انا عايزه اقول لك بص، دقات قلبي كده بتعمل كده ان انا ولادي بيقدروني حتى لو مج، يعني فعلا على قد فلوسهم، يعني على ما بيحوشوا والكلام ده كله، بس هم مش بيحوشوا، بيقعدوا فتره، ممكن قبلها بيوم مثلا يروحوا ينزلوا يجيبوا لي مثلا مج من تحت، ممكن يجيبوا لي حاجه مثلا شوكولاته. طيب لو جابوا لك حاجه بقى للبيت مش ليك انت؟ ما هو المج ده للبيت ان انا هشرب فيه، انا عايزه اقول لك لا حاجه للبيت. حاجه للبيت مش ليك انت خالص. هم لسه ما جابوش حاجه للبيت. يعني مثلا سواء حاجه للبيت حاجه ليا، كل سنه وانت طيبه يا ماما. يعني ابني الصغير فارس ده يعني من حوالي 2 سنين كتب لي ورقه ان هو بيحبني وبيعبر فيها عن، انا عايزه اقول لك الورقه دي كانت احلى هديه. انا عايزه اقول لك الورقه دي بص، وانا بقراها جسمي اشعر، واخدته في حضني وبسته وقلت له فوفو، انا بدلع بقول له فوفو وبقول له حبيبي مش عايزه حاجه، بس كفايه ان انت بجد تبقى حاسس ان انا تعبان عشانك، حاسس ان انا فعلا ام تفتخر بيها. فبالنسبه لي هما الاثنين فرحانين ومبهورين بيا وفخورين بيا، دي عندي اهم من الهديه. بس تمام، انا هفصل شويه بره البرنامج، بس احنا محتاجين نقول للمستمعين والمشاهدين بتوعنا ان احنا بندعم القضيه الفلسطينيه. يمكن هي جت متاخره شويه، لكن احنا ما كناش قبل كده بنعرض حاجه يعني، وده اهم وقت ان احنا ندعم فيه اخواتنا الفلسطينيين، لان احنا بنتكلم في شهر رمضان والدنيا ساقعه، فهم محتاجين كل الدعم مننا. اكيد طبعا. فكنت حابب بس انوه على الموضوع ده ودي لفته حلوه قوي في البرنامج عندنا برضو يا ناصر، يعني دي حاجه نفتخر بيها طبعا. ربنا يزيح الغم عنا ان شاء الله باذن الله. امين يا رب، امين يا رب. نرجع لمرجوعنا. انا محتاج اشوف برضو، قولي طيب. ناصر بس معلش عذرا يعني في المقاطعه اللي هقطعها لك. اتفضلي. في جزء كده معلش كله كده حنين كده ومشاعر. في ناس عندهم يوم عيد الأم ده مش يوم سعادة، يوم ألم وحزن ووجع قوي 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 بجد. أنا بوجه لهم رسالة بجد، بقول لهم ادعوا لها في اليوم ده إن ربنا يرحمها بمغفرته، إن بجد هي موجودة بروحها ومبسوطة لانبساطكم. فكل واحد أو كل واحدة فقدت أمها بجد
هي موجوده ما راحتش. هو شيء مؤلم طبعا الناس اللي فقدت امهاتها. طيب معلش انا اسف يعني، بس احكي لي كده عن اخر فتره كده مع مامتك الله يرحمها. الله يرحمها. يعني ماما يعني صراحه، يعني برغم ان انا متجوزه وعندي اولاد، دايما لما اروح لها ما ترضاش تخليني اقوم اعمل اي حاجه. تقول لي ايه، شوفي بس ولادك، هي تعمل الاكل وتحطه، تقول لي يلا وناكل نقوم نساعدك، روحي بس انتي قومي اغسلي ايدك انتي واولادك وسيبيني انا، وهي تشيل. ماما طول عمرها بتتعامل معانا بالطريقه دي. اخر حاجه كانت بتعملها ايه؟ اخر حاجه بتقولها لك؟ بص، هي اخر مرحله يعني قبل ما تتوفى بالظبط 10 ايام مره واحده. يعني ماما دي اللي بص بتبقى واقفه كده على رجل واحده طول اليوم وبتلبينا كل طلباتنا، متجوزين ومعانا اولاد. 10 ايام بالظبط مره واحده راحت واقعه، نامت في السرير، ما كانتش بتتحرك. يعني تعبت بطريقه غريبه قوي. وصراحه يعني انا كنت يعني بخدمها في الفتره دي، وكانت وجعاني قوي وقريبه منها، وهي نفسها كانت صعبانه عليها ان ايه انا بخدمكم فحد يخدمني. فيعني مش قادره اقول لك، يعني بجد كانت بتصعب عليا ونفسها كانت عزيزه عليها. يعني لما جت اتوفت انا اتصدمت. انا البكريه بتاعتها، وكنا انا وهي صحاب، نخرج مع بعض ونيجي مع بعض وسرنا مع بعض. يعني كانت بتشتكي لي من بابايا لما كان بيضايقها، كانت تفضفض معايا انا، وانا كل حاجه بحكيها لها. فمره واحده كده راحت مني. الله يرحمها ويسامحها. يعني مش قادر اقول لك يعني. الله يرحمها ويسامحها. ربنا يرحمها. يعني تحب طب نشيل الحته دي؟ لا خلاص. الله يرحمها ويسامحها. بصراحه يعني انا فعلا ما اقدرش اتخيل كل ما حياتي افتكر من غير امي. عليا. الله يرحم كل امهاتنا، وربنا يبارك في صحه واعمار اللي موجودين ما بيننا، الامهات كلهم يا رب. احنا مهما اتكلمنا عنهم مش هنوفيهم حقهم اكيد يعني. اكيد طبعا. طيب خليني اقول لك، الدنيا اختلفت يعني زمان كنا حاجه وبقينا حاجه دلوقتي. يعني هل مثلا علاقتنا بامنا اتغيرت؟ يمكن احنا دورنا حوالين الحته دي بس ما استفدناش فيها. طبعا في دور طبعا كبير جدا. الناس بقت بعيده، فبالتالي احنا بعاد عن امهاتنا. زي ما السوشيال ميديا والتكنولوجيا والتطورات اللي احنا خضنا فيها، والأول ما كانش فيه الكلام ده كان موجود، فكان في كل يوم نروح نزور مامتنا، أو حتى يوم أو يومين في الأسبوع مكالمة تليفون. دلوقتي بقى خلاص بنشوف أمهاتنا فيديو كول. تحس إن المسافة بتبعد جدا جدا. الآلة اللي هي جماد بالنسبة لي خلت فيه جفاء في المشاعر. ما بقيناش زي الاول. يعني الاول كنا قلبنا يكون على امهاتنا نجري بسرعه نبص عليها. مع احترامنا لكل الامهات بتوع اليومين دول يعني، مع احترامنا ليهم يعني، بس بشوف الام زمان كانت بتلم كده العيله. فاكره المسلسل بتاع اسمها تقريبا فاطمه ثعلبه حاجه زي كده؟ الحاجه فاطمه ثعلبه. كان الوتد. معاها كان يوسف شعبان. الله يرحمها هدى سلطان تقريبا. هدى سلطان. الام كانت بتلم البيت كل الحاره كلها على فكره لغايه دلوقتي، وبيعملوا جمعيات ومش عارف دلوقتي في الارياف الموضوع ده موجود. يعني هي بتختلف بقى من الريف للحضر. يعني هل الام دلوقتي بقت طريه يعني ولا ايه؟ يعني الام كانت زمان جامده جدا. هي كانت العصب. يعني بص عايزه اقول لك ان الاب كان بيطلع يشتغل وبيشقى عشان خاطر يجيب فلوس ويصرف، بس هي اللي كانت بص هي الراجل والست كده في البيت. هل عشان الحياه سهلت وتأثير زي ما قلنا قبل كده السوشيال ميديا والتكنولوجيا الحديثة، وهي كمان الحاجات سهلت في البيت، فبقى كأن في نوع من أنواع الكسل كده إن الأم مثلا ما تقومش بدورها على أكمل وجه؟ صح؟ ده حاجة غريبة جدا، مع إن هي عندها الغريزة بتاعت الأم وقدامها البيبي بتاعها. عشان الحياة سريعة. إحنا انشغلنا في حاجات كتير. يعني الأول الأم كانت بتهتم بأكل طفلها وهو صغير لغايه ما يكبر. انت عارف دلوقتي ممكن تكوين خلاص كلنا. هو مع احترامنا يعني انا اسف للطرح اللي اطرحه، بس مع احترامنا اللي هي الحفاضات، كان في الكوافيل وبتدرسي على الايد
لا يعني اقصد اقول ايه، ان الموضوع يعني ايوه اقول لك الام وهي بتتعب وهي بتغسل الابيض كده، صح تنقعه وتغليه، ولازم يتعقم بميه سخنه وتخليه قشطه وكل شويه. ما هي دلوقتي بتقول له هات لي باليتتين، ايوه وهو يعني بيدفع بالباليتات. عايزه اقول لك ان ده مرتب موظف. ده حقيقي. ايوه الحفاظات دي اصلا يعني مرتب موظف. فهي زي ما هي استسهلت الدنيا في انا مش عايز اخش في تفاصيل الستات يعني، بس استسهلت الدنيا في الولاده، بدل الطبيعي بقت قيصري. استسهلت الدنيا في الرضاعه، بقوا يجيبوا لبن صناعي. استسهلت الدنيا في الكوافيل ومش عارف ايه، كأن هم ايه، الموضوع كده بقى زراير بيتداس عليها وحاجات كده ايه احنا هنعملها وخلاص عشان المفروض انا كأم اعمل كده. هي كل حاجه اتغيرت معانا. فطبيعي مشاعر حتى الطفل ما تبقاش مربوطه بنفس الشكل اللي كان مربوط بيها مع امه اللي هي بتعمل له كل حاجه. بس هقول لك على حاجه، هو مشاعر الطفل اتغيرت عشان هو في حاجه في النص كده، التليفون، الموبايل، ما هي الام عشان تريح دماغها. ايوه خليني اقول لك، بس خلى بقى في فاصل في الحته دي بقى. انتقد بقى معلش، انتقد الام دلوقتي او الاب عشان يريحوا دماغهم يتفرج على الماتش او هي تتفرج على المسلسل التركي، خد يا حبيبي العب. ايوه ما دي خد يا حبيبي العب، دي بقى في كوارث بيحصل توحد، وبيحصل ولو احنا عشان توحد وهو هيبوظ من الحاجات اللي بيشوفها. ايوه وعشان احنا بنتكلم في جزء بقى المشاعر في حلقتنا، ففعلا بيحصل فيه شويه من انواع الجفا بسبب وبيعوض المشاعر من الموبايل. ايوه ده صح، يعني هو بيعوض المشاعر من الموبايل. ايوه ده صح. فطب وجهي بقى انت رساله للامهات بتوع دلوقتي اللي هم طبعا حضرتك منهم، عشان خاطر ما نحسش ان احنا ايه بننظر على الامهات. انا هوجه رساله للامهات وهوجهها ليا كمان شخصيا. حاولي ان تخلي كده كل يوم قبل ما تنامي، حتى لو انت بتشتغلي وعندك زحمه طول اليوم ومرهقه وتعبانه، تعالي كده قبل ما تنامي والولاد يناموا ساعه واحده بس كل يوم، اقعدي احكي معاهم يومهم عامل ازاي، خليهم يحسوا بضحكتك طالعه من القلب، باحساسك وهو طالع من القلب، هيوصل لهم. الغي التليفون، ادي لهم وقت، يعني انت والطفل بتاعك بس. يعني انا عايزه التليفون يتركن كده على جنب في الوقت ده، ما يبقاش انا بتكلم مع ابني او بنتي وعايزه اقرب منهم ويجي لي تليفون. طب ثواني معلش يا حبيبي، انا بفصل. اللي انت ما تعرفوش ان لما بيجي لي اتصال انا بفصل، المشاعر بتقطع صح، عشان اجي الحمها تاني، عشان ارجع للمود تاني ليا وليه. لا في حاجه اتقصت في النص. ففعلا انا هركن التليفون، اعمله صامت عشان اخلي اللحظه دي، الساعه دي، مشاعرنا تطلع بصدق، وفي تواصل كده ماشي، خيط كده مش عايزاه يتقطع. اوصل لهم النهارده يومنا كان عامل ازاي، واعاتبهم على حاجات عملوها، عشان هم لما الفت انتباههم انت عملت حاجه ضايقتني، وهو يقول لي طب، وانا كمان ادي فرصه لابني اقول له في حاجه ضايقتك مني النهارده، تسمعيه. لازم اسمع، لازم. انت عارف الحته دي هتخلي فيه ترابط قوي كده شويه بيننا احنا الاثنين، هتخلي حتى لما اجي اتعب ما لاقوهوش، ما حسش بتعبي، ما لاقوهوش ان هو شايفني تعبانه. يعني ممكن ابني لما يلاقيني تعبانه يقوم يغسل المواعين مكاني، لكن لو انا ما ربطتش الاحساس ده، ممكن لو شافني تعبانه ماما مش اشكال يا ماما، خليهم بكره يبقوا يتعملوا بس. فعشان كده المفروض ان طيب خلينا نقول برضو لو الامهات عايزين برضو ان هم يحكوا حواديت، ما بيعرفوش يحكوا حواديت، فهيلاقوا على القناه عندي بودكاست حدوته قبل النوم 5 حلقات تعمل حواديت. هعمل حواديت للاطفال. حلوه قوي، هي من غير اي انيميشن او حاجه، هو صوت بس. يعني يا ريت تعجب اطفالكم، فممكن خلاص بنزل لهم اللينك وخليهم يخشوا يتفرجوا يسمعوها. ناصر، في امهات عاشوا حياتهم كلها لاولادهم، وما كانوش بيبخلوا ولا بحب ولا بخدمه جسديه كده، وصحتهم راحت عليهم، وفي الاخر النهايه ان هم رموهم في دار مسنين. يعني حتى مش مثلا، يعني مش بيفكروا ان هم مثلا ايه لا نبدل كده، في تبادل بين الاخوات عشان خاطر مامتنا نراعيها، او حتى ان هي تيجي عند كل واحد عندهم شويه. لو لا مفيش الكلام ده، مفيش اي حجه طبعا للكلام ده، سواء اللي بيهاجر او سواء اللي مش فاضلها، او سواء اللي مثلا مراته تقول له انا ما عادش حد عندي. ايوه مراته. انت عارف المشكله في حاجه، او العكس جوزها مثلا يقول لها انا مش عايز حد عندي. انت عارف المشكله في ايه؟ ان هم مش عارفين ان كل يوم
كل هو كما تدين تدان، وفي ايه والحجر الداير لابد من لطه في النهايه. اول مثل تقولي صح. ما انا عماله اجيب. طب خليني اخد من كلامك بمناسبه الموضوع ده. احنا يعني ممكن نبادر او نعمل مبادره ان الناس اللي احنا اتكلمنا عنهم في الاول ان هو بيبقى زعلان في عيد الام ان والدته متوفيه، ممكن يروح لدار مسنين ويقضي يوم جميل مع مامته او مع باباه اللي هو في دار المسنين. تحفه بجد، جميله جدا الفكره دي فعلا. يعني ان انا مثلا انا واحده من الناس والدتي متوفيه، ليه في اليوم ده او اي حد والدته متوفيه ليه في اليوم ده ما يروحش فعلا دار مسنين او يعرف حد؟ هي الام يعني هو لو راح هيحس بحنيه امه، وتبقى زي صدقه جاريه على روح مامته ان هو فعلا يروح دار مسنين ويشوف الناس اللي فعلا اولادهم اهملوهم ولا حتى بيقولوا لهم كل سنه وانتم طيبين في اليوم ده. ليه فعلا ما نعملش الحاجه دي؟ بجد برافو عليك بجد يا نصر على الفكره دي. ان شاء الله الناس تعمل حاجه زي كده. تيجي نعملها يا نصر؟ نعملها والله. تعالى يوم عيد الام، تعالى نروح انا وانت ونروح نفطر معاهم كمان. ونروح نفطر، نجيب فطار ونفطر. انا رحت لهم قبل كده واتبسطت جدا. الناس دي القعده معاهم خلاص. انا السنه دي جميله جدا. لا السنه دي هنويها وهاجي معاك. وعلى فكره يعني انا مثلا لما بروح مكان زي ده، لو انا مثلا كنت وحش مع امي في موقف او عليت صوتي على ابويا في موقف، ايوه لما بروح بقى للناس دي بعرف قيمه امي وابويا بجد. ايوه. هو طبعا مش محتاج حاجه معينه عشان اعرف قيمه امي وابويا، ربنا يخليهم ويبارك فيهم، لكن لفته زي كده فعلا بتفرق. فالناس اللي فعلا عنده حد متوفي ممكن، والناس اللي زي حالاتي كده اللي فقدوا امهاتهم بجد، لو انا فعلا تواجدت في حته زي كده اكيد هقعد اقول يا ريتني في حاجه ما عملتهاش، يا ريتني كنت عملت كذا. فعلا دي لفته حلوه قوي، يا ريت معظم الناس تفكر في الحته دي. طيب في الاول في الاخر كل سنه وكل ام طيبه. كل سنه وكل ام طيبه. وربنا يسعد امهاتنا جميعا يا رب، وينولهم كده كل اللي في بالهم، يفرحوا باولادهم. وكمان اللي ما عملتش عمره تعمل عمره، واللي ما عملش حج يعمل حج، وتبقى ايامنا كلها كده ان شاء الله باذن الله حلوه. وكل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا ناصر. حلوه الحلقه، جميله عجبتني الحلقه كلها مشاعر واحاسيس دافيه. عارف بص، انا الحاجات اللي فيها كده حنين كده للماضي وفيها مشاعر، انا بجد لما باجي بتكلم باحساسي وبتكلم بعينيا وبقلبي وبتعبيرات وشي. فالحلقه دي طلعت اللي جوايا، طلعت مشاعر كانت مدفونه ظهرتها. يعني انا حسيت وانا بتكلم جسمي اشعر، افتكرت كل ام، وافتكرت امي طبعا في الاول، افتكرت بجد مواقف مرت عليا كنت مثلا بضايق فيها ماما. انت عارف انا من ضمن الحاجات يعني دي طبيعتي، انا لما كانت ماما مثلا تزعل مني او تتضايق او تتنرفز مني او وساعات احنا بشر برضه ممكن كنت اعلي صوتي او ارد عليها، في لحظتها بيني وبين نفسي ضميري بيوجعني وبيأنبني قوي. انت عارف باجي اروح ايه، الدنيا بتسد في وشك. انا حرفيا انا بص انا بفوق يعني دي نعمه من عند ربنا، خلي بالك. انا في ساعتها بفوق بقول ايه ده، لا انا عملت حاجه، ده ربنا هيزعل مني، ده ربنا هيعاقبني. اروح لها اتكلم معاها اكني مفيش حاجه حصلت، واتعامل معاها بحيث ان انا انسيها الموقف الجديد ينسيها الموقف القديم. ويا ريت اي حد يعمل الحته دي. انا حتى لما بنزل، يعني اما بنزل بيبقى غصب عني ان انا لازم انزل دلوقتي، مش عارف افكر في اي حاجه، مش عارف اشتغل، مش عارف اعمل اي حاجه. انا عايز ارجع دلوقتي عشان ارضيها، اخد دعوتها طبعا دعوتها. احنا ماشيين ببركه دعاها، فاحنا نجيب لها اي حاجه، نقول لها بس كلمه كويسه، هما بيفرحوا بابسط حاجه. يعني بص هقول لك على حاجه، انا في دعاء كده دايما بقوله لاولادي، يعني يكونوا بارين بيا. دي اهم حاجه، ان انا لما اكبر في السن انا عايزه اولادي يكونوا بارين بيا. دي الدعوه اللي انا بدعي، بارين بيا وبابوهم ماشي. لاني فعلا انا ما اعرفش بكره في ايه، وما اعرفش الزمن مع التطور والتكنولوجيا اللي بتحصل دي، يا ترى الجفا للابناء هيوصل لانهي مرحله. فدايما في صلواتي بدعي اني يكونوا بارين بيا، عشان ما ترميش في دار مسنين، ولا ابقى قاعده لوحدي بطولي في شقتي ببقى مش قادره اقوم اجيب كوبايه ميه. فانا معايا ولدين، فاتمنى ان هم يبقوا في حضني لغايه اخر يوم. ربنا يخليهم لك يا رب وتفرحي بيهم. اللهم امين. في الاول وفي الاخر هو كل يوم هو عيد ام، كل يوم عيد ام، وربنا يخلي امهاتنا اللي عايشين ويرحم المتوفين. صحيح. كده احنا جبنا الموضوع من طقطق. السلام عليكم.